السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل العيش البلدي. هنعمله بقى من غير مطرحة ومن غير فرن خالص. واللهم بارك العيش كله ارتفع. هقولك بقى على طريقته المظبوطة اللي تخلي معاك العيش كله يرتفع. بس يا ريت تتابعيني للآخر، ويا ريت لا أول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الأول بقى هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. انا هربي بقى خميرة بيرة من اللي احنا عملناها مع بعض على القناة. الخميرة الطبيعية اللي احنا عاملينها بمية ودقيق، بجد بقى بتخلي العيش البلدي تحفة. ضفت بقى 200 جرام مية دافية، معلقة سكر، 60 جرام خميرة من اللي احنا عاملينها. انا الخميرة مجرباها معاكم كذا مرة وعجنت بيها، بس لو قلبتي الخميرة كده وعملت معاكي فقاعات تعرفي ان الخميرة نشطة. هضيف بقى مع الخميرة كده 6 معالق دقيق كبار. الدقيق اللي انا هعمله معاكم النهاردة دقيق اسمر، يعني دقيق مدعم. هقلب بقى كده الدقيق، وقوام العجينة زي ما انتوا شايفينه كده مش تقيل ولا خفيف. هغطيها بقى بالطبق وهتقل عليها واسيبها في مكان دافي. ضفت بقى مع الدقيق نص معلقة ملح كبيرة، وكمان انا جايبة مية دافية. لو انت بقى ما عندكش خميرة طبيعية هتعجني بخميرة فورية هتضيفيها مع الدقيق. يعني هتضيفي كده 10 جرام، وتضيفي الملح وتقلبيه، وبعد كده تنزلي بالمية. المية بقى تكون دافية والخميرة بتاعتنا تكون مظبوطة، ونعجن العجين ونخليه في مكان دافي عشان ساعة ما نيجي نخبز من أول رغيف العيش البلدي يطلع معانا مظبوط. وبجد طريقته سهلة وعملته معاكم قبل كده بالمطارح، وكمان أنا عاملاه للناس المبتدئة، والناس كمان اللي ما عندهاش فرن ولا عندها مطارح تقدر تعمل العيش البلدي على عين البوتاجاز من فوق وهيطلع معاهم مظبوط. قلبت بقى في العجينة وعجنتها واحدة واحدة، بس ما طرطهاش علشان لسه هضيف الخميرة. والخميرة زي ما انتوا شايفينها كده خميرة سايلة، يعني طرية. مش محتاجة ان انا اطر العجينة الا بعد ما اشوف الخميرة. انا ضفت مية مكان الخميرة وركنتها. في الاول قلبت بقى في العجين. العجينة طرية وبتتلزق جامد، بس بعد ما عجنت شوية ودخلت كده الخميرة جوه العجينة، العجينة احتاجت معايا مية. اهم حاجة ان احنا نظبط العجين، وبقية الخطوات كلها سهلة. وصدقيني العيش البلدي في طريقته النهاردة سهلة جدا. ولو عملتي 10 كيلو مش هتحسي خالص ان انت خبستي، وتقدري بقى تعملي كمية كبيرة وتفرزيها. كل سنة وانتوا طيبين. احنا في 2026 ودخل علينا كمان شهر رمضان. لو عملتي بقى كمية كبيرة قبل شهر رمضان وفرستيها، هتقعد بقى معاكي طول شهر رمضان بدل ما تشتري كل يوم. والطريقة بصراحة سهلة جدا لأي حد يعرف يعمل العيش البلدي، وفي أي مكان. يعني لو انتي قاعدة في مصر أو برا مصر هتعملي العيش البلدي. العجينة بقى في الوسط، يعني عجينة مش طرية قوي ولا يابسة جامد. علشان بس العيش كله يرتفع معاكي اتعبي شوية في خطوات العجين. جبت بقى طبق فيه شوية نخالة وطبق فيه شوية دقيق. ولو ما عندكش نخالة هتفردي على دقيق، يعني هتقطعي الكمية كلها على دقيق. هناخد بقى قطعة كده ونكورها، ولو لقينا فيها تلزيق هنحطها في الدقيق ونلم الرغيف ونقفله ونحط على النخالة. نقطع بقى حجم الرغيف على حسب ما احنا عايزينه، ان كان بقى اكبر من كده او اصغر من كده دي يرجع لك انت في الاخر. انا قطعته كده حجمه قد الليمونة الكبيرة، وسعت بقى بعيد عن بعضه علشان برضه بيخمر هيروح لبعضيه. بعد بقى ما خلصت الكمية كلها قمت غطيتها بالكيس علشان ما تعملش معايا طبقة ناشفة. هناخد بقى اول قطعة احنا بدأنا بيها، هنرش الاول رشة نخالة وناخد القطعة. شايفين العجينة سهلة ازاي؟ اللهم بارك. عجينة بتفرد بكل سهولة. اهم حاجة ساعة ما نفرد الرغيف نحركه كل شوية ونرش تحتيه نخالة او دقيق، علشان بس ما يلزقش على الرخامة او على الصينية اللي احنا بنفرد عليها. ونلاقي بقى سمك الرغيف كده من جنب تخين ومن جنب رايق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. لو فردتي بقى الرغيف مظبوط هتلاقي بقى الرغيف كله بيرفع معاكي مرة واحدة. واستحالة ان عيش المصفى فيه رغيف ما يرتفعش خالص. العيش كله بيرتفع. كل اللي بيجرب عيش المصفى وبفضل الله بيشكر في طريقته، لان طريقته سهلة جدا. واللهم بارك العيش كله بيرتفع وبيطلع مظبوط 100%. واحلى حاجة في عيش المصفى ان اي دقيق هينفع معاكي، سواء بقى دقيق زيرو او دقيق اسمر او تخلطي دقيق ابيض مع دقيق اسمر، هينفع معاكي وهيطلع معاكي تحفة. اهم حاجة ما ترققيش الرغيف قوي وما تخليش سمكه تخين. ونفضيه بقى من النخالة، واخر ما بتخلصي بتقومي تغطيه على طول علشان لسه هيخمر.
اخد معايا بقى خمر كده ساعة الا تلت، علشان الجو برد وفي الشتاء بيختلف خالص عن الصيف. قمت بقى شغلت البوتاجاز ووطيت النار خالص بعد ما المصفى سخنت. حطيت بقى اول رغيف بجربه، لو لقيته منفض هصبر بقى عليه شوية، لو لقيته طالع معايا مظبوط هكمل بقية السوا. اللهم بارك، من اول رغيف طالع تحفة، تسويته تحفة، وكمان ما فيهوش نفطة خالص، وسمكه بقى من فوق زي من تحت. النفطة بتخلي سمك الرغيف رقيق قوي من فوق ومن تحت تخين. جبت بقى تاني رغيف شمعته على المصفى، اول ما شمع معايا قلبته للجنب التاني. لما نيجي نشمع الرغيف نخلي النار هادية خالص. اول بقى ما الرغيف بيشمع مظبوط بتلاقي بقى الرغيف ارتفع مرة واحدة. واللهم بارك، تسوية المصفى احلى من الفرن بكتير. ولو لسه ما جربتيش عيش المصفى ياريت تعملي حتى لو نص كيلو وجربيه، هيعجبك جدا، وتقدري بقى تعملي كمية كبيرة وتبقى تفرزيها. اللهم بارك، طريقته سهلة وسريعة وبأي دقيق نقدر نعمله، بس أهم حاجة إن احنا نظبط الخطوات علشان العيش بعد التسوية يبقى طري ما يكونش مجلد. أنا شمعت كده معاكم رغيفين على المصفى، بس أنا علشان الكمية كبيرة وأنا مستعجلة أنا هحط الطاسة أشمع عليها في الأول على نار هادية خالص، وبعد كده أرفعه من الطاسة أحطه على المصفى. المصفى بقى بتكمل لي بقية التسوية. الفتحات اللي هي في المصفى بتطلع بقى درجة حرارة تخلي الرغيف يرتفع ويستوي معاكي كأنك خبزاه في الفرن. واللهم بارك، العيش كله بيرتفع. استحالة ان في رغيف هتسويه على المصفى ما يرتفعش خالص. كل اللي مجربه وعارف ان انا كلامي مظبوط، وكمان طريقته عجبت ناس كتيرة، وعملته معاكم قبل كده على القناة كذا مرة، وكمان انا عاملاه وجايب مشاهدات عالية وبفضل الله. ولو لسه بتشوفيني فضلا منك تحطي لايك، انا عايزاه كده يروح لاكتر عدد من الناس علشان انت تستفادي وكمان غيرك يستفاد، وكلنا بنستفاد من بعضينا. هي خطوة واحدة بس لو ظبطت معاكي العيش كله هيرتفع معاكي وهيبقى مظبوط. ومش بصعب عليكم ولا حاجة، انا عايزاكي تعجني بس العجينة مظبوط، يعني ما تبقاش طرية قوي ولا يابسة قوي، علشان ساعة ما تخبزي العيش يطلع معاكي طري في الاخر ما يكونش مجلد. لو العجينة يابسة هو هيرتفع وكل حاجة بس العيش هيبقى مجلد. لو عجنتيها طرية قوي هتلزق معاكي وانت بتفرديها وتغلبك. يبقى خلي بقى العجينة في الوسط، وان شاء الله تيجي تخبزي بقى العيش البلدي هيبقى مظبوط 100%، ومحدش يتحداكي خالص في عمايل العيش البلدي. اهم حاجة ساعة ما بتسوي ما تعليش النار خالص، حتى لو الرغيف ما عطاش معاكي لون قلبيه للجنبين، وبكده بتسوي الرغيف مظبوط، وكمان بيدي سوا في الاخر يبقى مظبوط. زي ما انتوا شايفينه كده انا بقلبه كذا مرة لحد ما يدي التسوية المظبوطة اللي انتوا شايفينها كده. اللهم بارك، تسوية من فوق ومن تحت بجد تحفة. ادي بقى الكمية اللي انا خبزتها معاكم النهاردة من غير مطرحة ومن غير فرن خالص، العيش كله مرتفع، واللهم بارك تحفة. بتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تطلعي حتى لو بمعلومة بسيطة. اتمنى بقى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناة. استنيني في